لو كنت أنا من يضع قوانين كرة القدم لألغيت ضربات الجزاء من اللعبة، لأنها ظالمة للجميع، للاعب والحارس والجمهور. ظالمة، هي كابوس للحارس. مرمى بعرض 7 أمتار و32 سنتيمترا وارتفاع 2 و44، وسأستقبل كرة بسرعة 80 كيلومتر في الساعة. إذا لم أصدها سيشتمني الجمهور. طيب، لا يشتمون المدافع على فكرة، يشتمون الحارس، لا يشتمون الذي تسبب بضربة الجزاء في مرماي. هي كابوس أيضا للاعب، لأن الجميع يفترض أن ضربة الجزاء هي جول محقق. الجمهور والمدرب والزملاء والأهل والأقارب وبيت الإحماء والسلايف والسوشيال ميديا، تخيلوا حجم الضغط، حجم هائل، ضغط نفسي علي، وأنا سأشوط كرة القدم يمين أو يسار، فوق تحت. ماذا سأفعل؟ البارحة لعب ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، انتهت المباراة بتعادل هدفين لمثلهما. محمد صلاح أهدر ضربة جزاء، اصطدمت الكرة بالقائم، القائم عمل مع الحارس. الضربة أزعجت صلاح بالفعل، مع أنه كان قد سجل هدفا في نفس المباراة، لكنه ضيع ضربة جزاء. حتى مدرب ليفربول لم يكن له قلب لأن يرى ضربة الجزاء، جهز نفسه للاحتفال، اندار إلى الجمهور بحركته الشهيرة يريد أن يفعلها بالقبضة، وقف في وجه الجمهور عند تسديد الكرة، سمع الصراخ، التفت، لكنه وجد أن الكرة بعيدة. ضيعتها يا صلاح. لا يا صلاح، أنا كلفتك بضربة جزاء مضمونة كي تضيعها. طيب، هنا نأتي إلى الجدل. هل مسألة ضربة الجزاء هي علم وحسابات؟ وما نسبة الحظ فيها؟ هذا صلاح هنا يريد أن يركل الكرة لي، وأنا سأصد ركلته. يلا يا صلاح. طبعا إذا سدد هنا يستحيل علي أن أمسكها، وأيضا إذا ما ذهب إلى هناك من المستحيل علي. معظم ضربات الجزاء والتسديدات الجزاء المتوسطة على ارتفاع متر، يعني مستطاع أن تصد، لا تضرب على مساحة متر. لكن كلما اتجهت نحو القوائم صعبت علي التصدي. 7 أمتار و32، 7 أمتار و32 كثيرة. سأركض إلى الكرة وربما القائم يساعدني، لكن ستفشل. تسديد الكرة بقوة على ارتفاع 2 متر في إحدى هذه الزوايا يجعل علي مستحيل أن أصدها. أنا أضمن لك أنها جول، لن أعذب نفسي وأذهب إلى هناك، مستحيل. أنا أضمن لك اضربها هناك وهذه جول. ركلة الجزاء الضائعة هي الثانية التي يضيعها محمد صلاح خلال شهر. انظروا كيف كان شكله. لكن خلال مسيرته الرياضية سدد 37 ركلة جزاء، سجل منها 30 وأهدر 7. يعني نسبة نجاحه ليست بالقليلة، 81% بضربات الجزاء. جميل. بعد المباراة سئل مدرب ليفربول إن كان سيحرم محمد صلاح في المستقبل طبعا من تسديد ضربات الجزاء، فقال: هذا أمر سنناقشه معا لاحقا، لكن ليس هنا.